فيلم بعد الشر، وهو بعد الشر فعلًا إنك تشوفه يعني. شرفتونا. اهلا وسهلا شرفتوا، اتفضلوا ده انتوا انستوا. وايه اللي احنا بنعمله ده يا جدعان؟ واحنا في العيد ولا ايه؟ في العيد، والعيد الصغير كمان. بطولة علي ربيع، عمرو عبد الجليل، رنا رئيس. الفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، ودول اللي ألفوا فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، اللي كان بالمناسبة زي الزفت. قصة فيلم بعد الشر بتحكي عن سوري اللي هو علي ربيع، وده شخص رومانسي جدا جدا يعني بتاع بنات أوي أوي، والبنات بتقع في حبه من أول نظرة، مش عارف ازاي. وبيجي عند الجواز وبيخلع من الفرح بتاعه مع رنا رئيس، وبيسيبها وبيروح يقع في حب ميرنا نور الدين. لكن رنا مش بتسيبه في حاله، وبتعمل تعويذة بتخليه يتحول لحاجات غريبة وكوميدية جدا. ومن هنا بتبتدي قصة الفيلم بتاعنا. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ هتسألني تقول لي فيلم حلو ووحش يستحق ال 100 جنيه والكلام ده يعني، انت عارف رأيي في الافلام دي، بس هنقول ايجابيات وسلبيات ونقول رأينا في الاخر. بس انت عارف قبل كل ده لازم تعمل ايه؟ لايك وسبسكرايب. الايجابيات على عكس المتوقع، مشاهد أس وملك أورا كانت حلوة جدا بالنسبة لي على الأقل، أو ضحكتني على الأقل. الاتنين دول أنا مش بطيق تمثيلهم حرفيا، سبحان الله عجبوني في الفيلم ده. أو يمكن عشان الباقي وحش قوي مثلا، مش عارف الحقيقة. الفيلم ده من كتر الحاجات الوحشة اللي فيه أنت مش قادر تحدد إيه الحلو فعلا، أو إيه الأقل وحشة من غيره. تاني إيجابية للفيلم إن الفيلم بيخلص الحمد لله. كان ممكن يطول عن كده وكان هيبقى فيه عواقب وخيمة قوي قوي. حد يجيله جلطة، حد لا مؤاخذة يتفقع له مرارة. كده خلصت الإيجابيات. بجد خلصت الإيجابيات، مفيش حاجة أكتر من كده يعني. نيجي بقى للسلبيات. إفيهات في الفيلم وحشة قوي، من النوع الملزق المزعج المستفز، اللي تبقى عايز تقوم تضرب اللي قدامك لما تسمع إفيه زي ده. مش مجرد إن أنت تقفل التلفزيون حتى، أو تطلع من السينما. غير الأدوار عبثي بشكل مبالغ فيه. أنت عايز تفهمني إن علي ربيع بتاع بنات وكل البنات بتحبه، وبتقع في غرامه حرفيا من أول نظرة؟ منا يا جماعه من اول نظره حرفيا بجد مش بهزر، وقعت في غرام علي ربيع. يا جماعه ده علي ربيع، مش كريم عبد العزيز ولا احمد عز يعني، ما تشتغلوناش. صدق الله صدق، رنا رئيس وميرنا نور الدين بيتخانقوا على علي ربيع. مش عارف المخرج كان قاصد يعمل كده عشان نضحك ويضحكنا وكده، ولا هو كان قاصد يفقعنا، مش عارف. تاني مشكله وهي علي ربيع ذات نفسه. علي ربيع مش بيمثل يا جماعه، حرفيا نفس التون طول الفيلم، ويا ريته حتى في تمثيل، حرفيا مفيش بربع جنيه تمثيل. في مشهد المفروض ان هو لحظة فراق بينه وبين حد تاني كده، يعني مفيش اي رياكشن. يا اخي تعالى على نفسك شوية يا اخي، مثل اتأثر حبة. مفيش ابيض. دايما رأيي في علي ربيع انه واحد صاحبي دمه خفيف، اقعد معاه اسمعه وهو بيقلش بيهزر معايا، لكن بطل فيلم ويمثل. تالت حاجة، في حشو ملوش اي لازمة في الفيلم يعني، او مش عارف الاخراج كان فيه ايه، لكن حرفيا في 5 او 6 مشاهد في نص الفيلم كده ملهمش اي لازمة. لما تتفرج على الفيلم مني هتفهموا وتعرف انا قصدي عليه بالظبط. رابع حاجه، عمرو عبد الجليل. ايه الدور ده؟ لا مؤاخذه، هو ليه بيعمل في نفسه كده؟ هي اي حاجه تعرض علينا نقبلها يا عمرو؟ يعني اي حاجه حد يعرض علينا سيناريو هيدينا فلوس فنروح نمثل؟ يعني طبيعي المفروض انت بقى ليك وزنك واسمك، ما ينفعش تعمل اللي انت بتعمله ده. فكره انه بيتحول كل شويه كانت فكره كويسه جدا، وكان ممكن يخرج منها كوميديا حلوه قوي، وبالفعل خرج منها كذا موقف لطيف شويه. لكن الغالبيه العظمى كانت كوميديا لزجه ومزعجه تحسسك بالاحراج، وانت مش مرتاح اطلاقا. في مشهد ان هو بيتحول لا مؤاخذه لواحده، والواحده دي بتطلع لها حاجات، ف انت بتحسس باحراج وفي تلزيق ومقرفان من اللي بيحصل. ليه اختيار ده؟ ومره ثانيه بتحول لقرد، يعني مش عارف، ومش قرد شكله حلو او قرد مثلا بالجرافيكس كامل، لا شكل مزعج جدا. تقييم نهائي للفيلم، هو انت بجد منتظر اقيم الفيلم واقول كام من 10 وكده يعني؟ انا كنت بتكلم على افلام زي حاج احمد او فيلم هارلي محمد رمضان ان هم فيهم يعني وحشين و6 من 10 و7 من 10 والكلام ده. لا 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 اطلاقا، حاجه تانية، ده تصنيف تاني خالص. الافلام دي بالنسبه له تاخد الاوسكار. خلاصة القول، لو فلوسك حرام يعني وانت عايز تدفعها في حاجه زي دي اتفضل، مش هقول لك لا. او انت راجل عاقل وعايز تجرب الفيلم يعني، مثلا تعرف تحكم بنفسك وكده، ما عنديش مشكله، اتفضل. او الاحسن تبقى عاقل كده وتصبر شويه، وهينزل على النت وهيراقب، ما تقلقش ان هو مش هينجح في السينما اكيد، وشويه وهينزل واتفرج عليه. بس كده، ولو عجبك الحلقه ما تنساش تعمل لايك شير وسبسكرايب، وتبص على الفيديوهات القديمه وتفعل زر الجرس عشان تشوف فيديوهات جديده اول باول.